دكتوره سمر، قولي الناس اللي لخبطت في العيد. هقول لهم اوعوا تزعلوا، خلاص انبسطنا، يوم جديد من الاول خالص. بكره الصبح او النهارده ابتدي من دلوقتي، ما تاجلش ثانيه تاني، وابتدي بالمتاح، وابتدي بشرب ميه، حركه كتير، وشويه اكل صحي لغايه ما نرجع للنظام الطبيعي. شكرا دكتوره سمر. دكتور عماد، الناس اللي لخبطت في العيد تعمل ايه؟ مفيش مشكلة خالص، أهم حاجة عيته وكله تمام. نفتح صفحة جديدة برغم إن الكشكول خلص وصفحته خلصت، مفيش مشاكل عادي، ونبدأ من جديد خالص، ونبدأ نتحرك ونظبط أكلنا ونشرب مية كتير ونمارس شوية رياضة خفيفة بالتدريج، ونرجع للدايت تاني مفيش مشاكل. شكرا دكتور عماد. دكتوره ساندي، الناس اللي لخبطت في العيد تعمل ايه؟ طبعا ما نفكرش في اللي حصل في العيد واللخبطه دي كلها، نحاول ان احنا نبدا نظبط نومنا، عشان اكيد طبعا نومنا كان متلخبط في وقت رمضان. نحاول ان احنا نظبط نومنا، ونحاول ان احنا نظبط حركتنا، ونحاول ان احنا كمان نبدا من اول وجديد صفحه جديده. شكرا دكتوره ساندي. دكتوره بسمه، الناس اللي كانت كحك وفسيخ ورنجه ولخبطت في العيد تعمل ايه؟ ده شيء طبيعي جدا، عيد ومناسبة ولازم نتجمع ونتبسط كلنا، ومفيش حد فينا طول الوقت ماشي صح، مفيش حد فينا ماشي على وتيرة واحدة، وطبيعي جدا الكيرف مرة يطلع ومرة ينزل، بس ناخد بالنا بسرعة ورقة وقلم ونكتب احنا ناويين نعمل ايه، وايه اللي هيشبعنا وايه اللي هيجوعنا ونبعد عنه. نزود مية، نزود بروتين، نزود سلطة والياف، وناكل بالراحة جدا، ونحاول نعدل اليوم نومنا بسرعة علشان يبقى يرجع منتظم بسهولة جدا وما نتعبش بعد اللي حصل. شكرا دكتوره بسمه. كل سنة وانتم طيبين. دكتوره جيلان، الناس اللي لخبطت في العيد تعمل ايه؟ مش اتبسطوا، فده اهم حاجه ان هم انبسطوا وكل حاجه. نبدا ان شاء الله بعد العيد بقى احنا نأسسهم، هنبقى نديهم دايتات بقى زي اللي هي دايتات الانقاذ والحاجات اللي هي تقلل دنيتهم، تقلل سعراتهم. يعني المهم ان هم انبسطوا في العيد، احنا بقى بعد كده هنخسسهم بقى ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. محمد، الناس اللي لخبطت في العيد تعمل ايه؟ دكتور مصطفى، كل سنه وانت طيب وكل سنه والناس طيبين. لازم ناخد بالنا من حاجه، اتعامل مع الدايت ان هو لايف ستايل، بمعنى تيجي مناسبه لخبط، عيد ميلادك لخبط، عيد جواز يعني لو هو افتكره يعني لخبطي عادي جدا. اللخبطه كلها. المهم اللي هو وماذا بعد، يعني احنا لخبطنا اخدنا يومين، اعتبر ان ديت حاجه زي ريتشارج، يعني انت بتشحن عشان ترجع تكمل الدايت تاني، وطول معاك دكتور شاطر زي دكتور مصطفى اعرف ان انت كده كده هتعوض يعني اللخبط في العيد. كل سنه وانت طيب يا دكتور محمد. انت طيب يا حبيبي. مجدي، مساء الناس اللي الفل. لخبطت في العيد هتعمل ايه؟ اول حاجه بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، بس العيد خلص خلاص، يبقى لازم نبدا من جديد. نبدا من جديد، اول حاجه نعملها ايه؟ نوقف كل العادات الغلط زي السويتس الكتير، الحلويات الكتير، السكر الكتير. واول نصيحه في اول اسبوع، اللي يقدر يوقف كارب خالص او اقل كميه كارب وسكر، ده هيفرق معاه كتير جدا. نكتر سوائل طبيعيه، الميه بالذات اهم حاجه، من 3 ل 4 لتر كل يوم. ديتوكس طبيعي باي مكونات طبيعيه من البيت.